ابو اكشن في برنامج اكشن مع ابو اكشن يتكلم عن ايقاف ايفان ويقول لما تشوف ايفان في اعلى قائمة التهديف تعرف مين اللي عايز يوقفه. صلى على النبي يا حبيب قلبي واعمل التفاعل اللي في الجنب ده وتعالى اما اقول لك الموضوع فيه ايه، لانها نار وشرار يا سيطره. بدا الموضوع في مباراه الاهلي وضمك. ايفان عمل حركه غير لائقه جدا في المباراه ونقلها الناقل الرسمي. حلو الكلام، حلو الكلام. هنا بقى شوف اللقطه يا معلم. يعني يا جبروتك يا جدع تعمل حركه غير لائقه، حظك النحس تيجي من النقل الرسمي، اصعب من ده كله وتتشاكس مع اللاعب. بس لا، تروح تعمل تعليق مره وحش جدا على اللاعب. فكانت غريبه جدا من ابو اكشن ان يطلع يدافع عن ايفان ويحاول يرقعها ترقيع مخفي ان الناس هتغار منه عشان متصدر قائمه التهديد. لا يا حبيبي، ما شفناش كلامك بقى ايام رونالدو. فالنصراويين عملوا ايه؟ راحوا طلعوا كلامه لما رونالدو عمل الحركه اياه اللي بتنعمل عادي جدا في اوروبا، اللي بتدل على العزيمه. لكن المشكله ان العزيمه وجعت ابو اكشن فخلته يهاجم رونالدو ليل نهار ويتكلم عن العواير والحضور في المدرجات والحركه غير لائقه، وسواء من الناقل او مش من الناقل لازم يكون في ردع. فين الردع بتاعك يا ابو اكشن؟ لما احنا زعلنا من الناس اللي كانوا عايزين يوقفوا رونالدو تعرف ردوا علينا وقالوا ايه؟ قالوا لي كده انا واحد من الناس ترضاها تتعمل قدام اهلك. فانا بنشرط على طول يا ابو اكشن وحسيت بوجع وزعلت شويه من الضون وقلت احنا اعراف تختلف عن اعراف اوروبا. ولما توقف رونالدو النصراويين كلهم تقبلوا الامر وقالوا خلاص مالها داعي، مفيش مشاكل، خليه يعرف اختلاف الاعراف. فهنا لو السؤال ده توجه لك مش هتزعل؟ لو حد اتقال لك حط اهلك امام حركه ايفان مش هتتضايق؟ اكيد هتتضايق لانك انسان صاحب اخلاق في الاول وفي الاخير. فازاي بقى تسيب الاخلاق والمعايير دي كلها وتمسك ان الموضوع مبرر؟ ما ينفعش يا ابو اكشن. المقياس الحقيقي في الاعلام هو الحياديه، نجاحك مقرون بالحياديه. لاعب نصراوي يلعب في اعداداتك، جمهور النصر يلعب في اعداداتك، مالك يا رجال؟ اخفي انتمائك شويه. مش قادر تتخطى ان الهلالي مش قادر ينافس النصر، واول ما الهلالي سقط وقع على طول قلبت على الخطه بي ورحت للاهلي. يا عم ده انت ياما جلدت الاهلي، ده حين بقى الاهلي هو خطتك الوحيده لملاحقه النصر. وخلاصه الموضوع المشجع النصراوي هو الوحيد اللي بيثبت دايما ان هو المشجع النقي والنزيه. احنا مع الاخلاق قبل كره القدم يا ابو اكشن. ما كانش هيجيك كلام الا ان انت عشان هاجمت كريستيانو رونالدو هجوم الدنيا وضحت ولمحت ان رونالدو مش اكبر من الدوري وان لازم يتعامل زيه زي اي لاعب، على الرغم ان حركه رونالدو كانت اقل بكتير من حركه ايفان لكن سبحان الله عندما تتبدل المعايير، عندما تاتي ازدواجيه التعبير من خلالك يا ابو اكشن. حبايب قلب ابطال، لا تنسوا التفاعل اللي في الجنب وتدونا رايكم في الكومنت.